أنا عندي سؤال، أسأله ولا بلاش؟ هسأله. هو احنا ليه على قد نيتنا مخدناش؟ ده اتاخد فوق راسنا واتاخدنا على قفانا، والدنيا لطشت فينا يمين وشمال من شوية ناس. والله العظيم يعني أنا لو أقول كلمة ناس يبقى أنا بعلي منهم، علشان نيتنا سليمة وطيبة. هو كده للأسف الناس بتتسمى بمسميات تانية، يعني الطيب بيقولوا عليه عبيط وهبل، تخيلوا. والذكي بيقولوا عليه خبيث، واللي نيته سليمة بيقولوا ده ملاوع ولئيم. هو نيته سليمة يعني زي ملاوع ولئيم؟ يا جماعة حطوا مسميات صح. بس بجد نيتنا السليمة دي ودتنا في حتة وحشة قوي. والله العظيم أنا ببقى حزينة وأنا بقول الكلام ده. الواحد بيتعامل بحسن نية مع الناس، بس للأسف هما بيعتبروها إن أنت بتوقع، إن أنت لئيم، بتتخابس. مع إن أنت لو لئيم وخبيث مش هتعرف تتعامل مع الناس دي. وبتهيألي إن أنت كمان يعني لو لئيم وخبيث زيهم كنت هتعرف تلف وتدور صح عليهم، وهتبقى أنت في الطب، وهتبقى أنت يعني محبوب من الكل. بس صدقوني على قد ما النية السليمة اللي عندنا دي ودتنا في داهية بس أنا شايفة إن أنت كده أو أنت كده بصراحة يعني حتى لو خسرت ناس يبقى الناس دي في مصلحتك ومصلحتك إن أنت تبعدي عنهم، لأن دول ناس خبيثة ما يطلعوش كده يعني إيه، ولا حتى ينفعوا تداس عليهم فردة الجزمة. لأن في ناس إحنا عرفناهم والله العظيم كنا بنتعامل معاهم بحسن نية، دول ما يتقلعوش من الرجل. ولما هتخسرهم ده كده ربنا بيحبك. وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت كنت حاببهم في الأول بس هما كان شر ليك، وكرهت إن هما مثلا تحصل مشاكل ويبعدوا عنك، بس ده خير ليك. وخليك على نيتك السليمة حتى لو ناس بعدت عنك في 60 داهية، اللي يروح يروح وإن شاء الله عنه ما جاء وريحته تفوح. والنية السليمة ما تزعلش إن أنت نيتك سليمة وطيبة، ده أنت كده من أيام الزمن الجميل. سلام.